السلام عليكم، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا رب نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اول حاجه نبداو بها هي الصلاه على الحبيب كيف العاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ثاني حاجه بغيت نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وباش مما كتمناو يا رب. بالمناسبه بغيت نشارك معكم هاد القنينطات او هاد لي سيغار بالكفته اللي كيجيو رائعين، والبنه يا سلام ما نقولش لكم. المهم ما نطولش عليكم بزاف، راه المكونات ديالهم يعني بغيتو ديروا الكفته ديال البقري، بغيتو ديروا الكفته ديال الدجاج، كيبقاو يعني على حسب الجيب. انا كان عندي واحد الكوموند وخليت هكا الفطور. المهم ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ناخذ واحد المقلاه غنضيفوا ليها واحد 3 المعالق كبار ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون اللي بغيتو. غادي نضيف واحد البصله شلطتها رقيق. انا استعملت البصل الابيض كيجي زوين هكا في الحشوات. وغادي نحرك شويه هذا البصل ديالي باش هكا يطيح ليا واحد شويه. ملي غادي يطيح غادي نضيف الفلافل. كيف كتشوفوا عندي هنا واحد نصف فلفل احمر ونصف فلفل اخضر اللي قطعتهم حتى هما مربعات صغيره. من الافضل انا كيعجبني هكا نقطعهم هكا مكعبات صغيره باش كيجي الحشو ديالي يعني هكا كيجي داكشي متناسق واللوينات بحال هكا كيبان لك الابيض والاحمر والخضر. الا عندكم حتى الفلفل الاصفر تقدروا تضيفوه ماشي مشكل. صافي هنا حركت الفلفل ديالي وكنتسنى انه يطيح شويه. هكا يولي شويه شفاف. ضفت واحد تقريبا واحد نصف ملعقه ديال الملح ونصف ملعقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. هادو هما التوابل اللي غادي ندير حاليا. غادي نضيف هنا عندي بعض حبات من الفطر، يعني تقريبا واحد 5 الحبات شديتهم قطعتهم هكا شرائح رقاق. ضفتهم على هذا المزيج هذا. بغيتو تضيفوه كيبقى اختياري ولكن كيجي لذيذ. عندكم المعلب تقدروا تستبدلوه به، ولكن انا كيعجبني هذا الطري بزاف كنفضلو، يعني كيجيني احسن من المعلب. ولكن اللي ما متوفرش عندهم راه يقدروا يستعملوا المعلب. هنا حركته شويه، غادي نغطي عليه شويه حتى يطيح. راكم عارفين الفطر راه دغيا تيطيب. هنا راكم كتشوفوا ها هو طاح ليا. عاد ضفت الكفته. انا استعملت الكفته ديال البقري، نتوما تقدروا تستعملوا ديال الدجاج اولا اي، يعني تقدروا تخلطوهم ماشي مشكل. صافي حركت هذيك الكفته ديالي حتى تفرتت شويه. ضفت انا واحد 2 دروس ديال الثوم محكوكين، وغنضيف كذلك واحد الملعقه كبيره ديال السكنجبير طري محكوك، اولا تقدروا ديروا في بلاصتو اللي ما عندوش طري يدير بودغ، يدير واحد نصف ملعقه ديال السكنجبير هكا زنجبيل بودر. انا ضفت شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه، بغيتو تكثروا كاين اللي عشاق الحار يضيف يعني ملعقه كبيره ديال الهريسه. هنا ضفت واحد 2 المعالق كبار ديال صوص الصوجا لايت يعني الخفيفه. وغادي نحرك هاد المكونات، يعني ما فيهاش بزاف ديال التوابل اولا، يعني هاد الشيء اللي غادي نستعمل تقريبا. صافي غنبقى نحرك. غادي نضيف واحد 2 المعالق كبار ديال المعدنوس مقرد، وغادي نتسنى حتى يدخل يعني مع المكونات وينسجم ليا. عاد غادي نضيف الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه البنات انا استعملت ماشي ديال الارز غير ديك العاديه، خويت عليها ما طيب غطيتها حتى طلقت ليا. درتها في واحد الصفايطه تصفات ليا مزيان وقطعتها غير بالمقص، اولا تقدروا تقردوها بالقراده. المهم انا قطعتها غير بالمقص ورميتها على الحشو ديالي. حركتها شويه حتى تدخل ليا باش يدخل لي هذاك المذاقات يعني ديال الكفته وديال الشامبينيون ديال هذا. صافي ضفت واحد الملعقه كبيره هنا ديال صوص الصوجا باش تبننها ليا. راكم عارفين الشعريه الصينيه كتكون شويه باسله، يعني خصها حتى هي تبنن. صافي وطفيت على الحشو ديالي، يعني ملي شرب الماء يعني ما بقاش في. حاولوا ما امكن دائما الحشو يكون ناشف، يعني تنشفوه مزيان من الماء. وحطيته هنا تبرد. ها نتوما كيف كتشوفوا هنا راه برد الحشو ديالي. وخديت الورقه قسمتها على 2. انا استعملت هنا غير الورقه العاديه ماشي ديال البخار. قسمتها على 2 وغادي نطوي السيجار ديالي بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم. انا عندي يعني 2 ديال الطرق اللي كندير بزاف. كندير هذه الطريقه هذه وغنوريكم واحد الطريقه اخرى اللي كنديرها بالورقه الكبيره، كنقسمها على 4 كيكونوا يعني مثلثات. المهم هنايا كيف كتشوفوا حطيت واحد الكميه من الحشو، طويت الجوانب وكنبقى نجمع هكا باش ما تخرجش ليا الحشوه. صافي وكنبقى نرولي. هنا هذا الطرف هذا اللي غيبقى ليا بحال هكا غادي نقطعوه باش يكون يعني مستقيم. وغادي نجيب واحد شويه ديال البيض هكا طربته وغنضل نلصق به هذوك الجوانب. صافي هادشي اللي كاين. هذا هو السيجار ديالنا. غادي ندير معكم وحده اخرى. كنحط هذا النصف بحال هكا وكنحاول ما امكن. انا باش كتعجبني هذه الطريقه يعني ما كيخرجش ما كتخرجش لكم الحشو بحال كيتمثل لكم داك السيجار يعني وكيجي هكا يعني واقف. هنايا هانتوما كيف كتشوفوا. الا ما بغاش هذا الجنب هكا يتطوى لكم كندير واحد شويه ديال البيض هكا بصبعي. صافي وكيلصق. صافي وكنبقى نطوي السيجار ديالي بهذا الشكل هذا. نفس الطريقه غادي نقطع هذاك الجنب هكا اللي كيكون شويه عوج. صافي وغادي ندير شويه البيض ونلصق وها السيجار ديالي موجود. يعني ما كاينش ما سهل من هاد من هاد الطريقه هذه ديال الطي. انا غنستمر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله.
وغادي نحاول نوريكم الطريقه الاخرى حتى هي راه كتجي زوينه. المهم البنات، هاد لي سيجار، هاد الحشوت هذا كيجي رائع، كيجي زوين، غيعجب بزاف الوليدات، لان الكفته راكم عارفين كيحماق وما على شي حاجه سميتها الكفته. وكيجي مبنن، يعني ما فيهش قوه التوابل وقوه، يعني فيه غير داكشي، يعني راكم شفتوا درت على الملح البزار صوص الصوجا الثومه، يعني داكشي خفيف ما مجهدش بزاف. صافي هنا غادي ندير معكم السيجار الثالث نفس الطريقه. صافي غادي نثني الجوانب، وغادي هنا غادي نلصقهم هكا بشويه ديال البيض، واخا تكون الورقه هكا مقطعه عليكم شويه ماشي مشكل، نتوما كتعرفوا كيفاش تعاملوا معها ملي كتكونوا خدامين، راه غير بشويه عليكم يعني، وكتبقاو تقادوا وتشوفوا العبارات ديالكم. بغيتوا لي سيغار يكونوا طوال، بغيتوهم يعني هكا قصار، نتوما وشنو بغيتوا. صافي وكتكملوا الخدمه ديالكم كيف كتشوفوا هنايا. هاد الطرف الاخراني كنقطعوه، بغيتو تخليوه راه ديروا ليه غير البيض وتجمعوه، راه ما كيبانش، غير انا كنفضل انني نحيدو باش كيجي داكشي مقاد. هادشي اللي كاين هنا. الطريقه الثانيه اللي قلت لكم كنقطع هاد الورقه مثلثات، حتى هي سهله كيف كتشوفوا. ها هي يعني ما كاين مسهل منها. هنا غادي ندير الزيت ديالي سخن، حتى تسخن مزيان، غادي نحط لي سيغار ديالي باش يتقلاو. بغيتو تدخلوهم الفرن راه دهنوهم بالزبده اولا بالزيت وتدخلوهم الفرن. كاين الناس اللي ما تيبغيوش هكا القلي، حتى في الفرن كيجيو غزالين. صافي هنا غادي نتسنى عليهم حتى يتحمروا، يعني من الجهه الاولى غادي نعاود نقلبهم الجهه الثانيه. صافي هادشي اللي كاين، كيجيو بحال هكا، كيجيو رائعين البنات، غير جربوهم وبصحتكم وراحتكم. هذا الشيء، وغادي نحاول ما امكن نبارطاجي معكم المملحات اللي كندير في هذا الشهر الفضيل، اولا الا كان شي كوموند ولا هذا راه ما نبخلش عليكم. اللي ما مابونيش معايا يشترك معنا في القناه باش نكبروا الاسره ديالنا، واللي ديجا ابوني مرحبا به. ما كرهتش هكا تخليو لي شي تعليق زوين راه كنفرح. والى فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم.